مساء الفل على حضراتكم. حلقة جديدة من في الرحلة. النهاردة وصلنا لآخر تحدي في التحديات اللي احنا هنتكلم عليها في السلسلة دي ما بين الرجل والمرأة. طيب، اتكلمنا عن تحديات كتير وشفناها، عدينا على تجارب الماضي، علاقتنا بنفسنا، كتالوجات مختلفة، اتكلمنا على الاختلافات اللي ما بيننا ولغة الحب الخمسة، اتكلمنا عن تحديات كتير. النهاردة آخر تحدي هنتكلم عليه قبل ما نبتدي، خلاص اهو طالعين اهو على بقى الحياة والرحلة بجد هتبتدي بقى وداخلين على الغابة اهو. خلاص، ايه آخر تحدي؟ هو توقع غير منطقي او صورة مش واقعية موجودة جوانا. انت مش انت الانسان اللي انا حبيته زمان، مش انت الانسان اللي انا عرفتها وحبيتها زمان. يعني اين المفاجأة؟ ما ده طبيعي يا جماعة. هو احنا متخيلين لما هنحب بعض اتنين من 20 سنة حبينا بعض بتجارب معينة، بأحلام معينة، بنضارة معينة للحياة، متخيلين ان احنا بعد العشرة والسنين والتحديات والصعوبات والحاجات اللي مطلوبة مني ومنك في العلاقة ان احنا هنفضل نفس الناس؟ ده توقع غير واقعي اصلا، مش منطقي. يبقى الطبيعي ان انا وانت اصلا هنتغير في الرحلة. احنا الاتنين هنفضل بيطلع مننا دايما نسخ جديدة، حتت جديدة بتتكون وبتكبر جوانا، فاحنا الاتنين بنكبر مع بعض. يعني الصورة اللي احنا عايزين نبتدي نصدق ان هو مش هيفضل هو ده نفس الراجل انت اتجوزتيه، انتوا الاتنين هتتغيروا، واحنا الاتنين بنكبر مع بعض، عنا على بعض، علشان واحنا عنا على بعض بنطمن وفي ايدنا في ايد بعض، لان احنا فريق، ان احنا بنتغير للنسخة الاحلى مش للاوحش. فانا الله كنت شايفاه زمان لسه وهو لسه برضو بيخاف ياخد قرارات، لسه كده ملقلق في ثقته في نفسه لما بيروح يعمل انترفيو، ايه ده ما شاء الله ده بقى كذا وبقى بيعمل. ابتدي ادعمك، اوريك انك ايوه برافو، انت اون ذا تراك وبتتغير لنسخه احلى. ايه ده، دي ما كانتش زمان بتعرف تتكلم وبتتكسف وبتخف ما بتاخدش حقها، ايه ده بقت عارفه تتعامل وبقت عارفه. اقول لك ايوه برافو عليكي، بداتي تقوي، بداتي تعرفي ازاي تتعاملي. عين على عين بعض، شايفين؟ ودي يا جماعه حاجه صحيه جدا. عارفين ليه؟ لان لو احنا فضلنا نفس النسخه هيحصل ملل رهيب. لان العقل لما بيعتاد على الشيء، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيدخل في الاوتو بايلوت، عقلك بيشغل نظام الاوتو بايلوت. طيب فمعناه ان انا خلاص مش هركز، مش هنتبه، مش هعمل مجهود، مش فاذا لو احنا فضلنا نفس النسخة يبقى احنا في الاخر ايه اللي هيحصل؟ ملل رهيب. لكن طول ما عقلي متعلم انه هيفضل يركز مع شريكة حياتي، مع شريك حياتي، وان انا هبتدي ان انا اركز هي بتكبر ازاي وهو بيكبر ازاي، ده معناه ان انا مش هشغل نظام الاوتو بايلوت، هفضل دايما منتبه. فده هيعمل ايه؟ هيعمل انجذاب اكتر في العلاقة. دي من الحاجات اللي هتخلي دايما الانجذاب يتجدد ما بينكم. لكن لو احنا فضلنا زي ما احنا نسخنا واحدة، هو ده من ضمن اسباب الملل في العلاقة. خلاص زهقت، عقلي فقد خلاص الشغف انه يركز معاكي، ينتبه معاكي، او العكس. يبقى اذن لازم هنتغير ولازم نفضل مركزين مع بعض وعنا على بعض. يعني ايه؟ نفترض ان لقيت شريك حياتك او شريكة حياتك الشريك التاني بيتغير بس للأوحش. يعني ايه؟ جوزي كده كان يا نرمين عنده طاقة حلوة دايما وبوزيتيف ومحب للحياة ويخرج ويتنطط، داخل في مرحلة كده ما بيتكلمش، بقى عنده أفكار كده كئيبة، كله رايح مش عايز يعمل حاجة. يبقى أنا كشريكة حياة عيني إيه ده؟ ده بيقع، ده في تحدي قبله بياخدوا النسخة تحت أوحش، ده رايح ده نازل. يبقى أنا عيني معاك، أنا لازم أرفع. إيه اللي جرى؟ لأ أنا ملاحظة إن أنت، وابتدي أبقى داعم، أفوقك، أفكرك انت في نسخة حلوة قوي كانت عندك، انت كان عندك ايمان وحسن ظن واقبال على راح فين. فنقعد نتكلم واساعدك. عشان كده قلنا في الحلقات اللي قبل كده لازم ابقى شايل الايجو وابقى متقبل ان شريكتي او شريكي معلم ليا، وملاش اخدها بقول لك ايه سيبيني في حالي بقى مش ناقصك، روحي بقى عيشي حياتك انت بقى وسيبيني بقى في الهم اللي انا فيه. ده رحمة من ربنا، ربنا بعت لك حد
يلفت، نديك الارم افتكر، عشان لما تروح يوم القيامه وتلاقي نفسك في عك كده مش عاجبك، يقول لك لا احنا بعتنا لك، انت اللي ما انتبهتش. والعكس، انت كنتي فراشة الشلة وكنتي حد جميل في الشلة والإيجابية والطاقة الحلوة، فبدأتي تبقي حد قوي، بدأتي تبقي اجريسيف، بدأتي تبقي كده، فهو لا مش دي بث بتاعت زمان، لا لا لا، فيبتدي يقولك هو خير، تعالي انت ناقصك ايه، نبتدي نشوف احتياجات بعض. ايه اللي هو انت عندك مشكلة، ايه اللي ناقصك، احتياجاتك، زمان كنتي كذا، ايه اللي خلاكي كذا، طب انا اقدر اساعد، طب انت مشكلتك ايه. احنا عيننا على عين بعض علشان نفضل دايما متأكدين ان اللي فينا بيقع التاني بيقوم، زي ما قلنا فريق. فلو انا قعدت اقول له بقول لك ايه، اسال نفسك، شوف انت، لا احنا عايزين نحل، لو انت عندك مشكله قولي له، عايزه مساعده اطلبي مساعده. فاحنا هنا اذا واحنا ماشيين هنتغير لنسخ تانية، ممكن تبقى اوقات لاحلى، ممكن تبقى اوقات لاوحش. لازم يبقى عندنا صبر يا جماعه وتحمل، ونتفق النيه اللي احنا عملناها كفريق هنفضل دايما ظهرنا في ظهر بعض. صدقوني يا جماعه، الناس السعيده في حياتها واللي عندها علاقات حلوه مش عشان يا محظوظه جوزك ابن حلال، يا محظوظ انت اتجوزت ست عاقله وست الستات، لا والله، لان الاتنين بيعملوا مجهود، حاطين نية، الاتنين عندهم صبر رهيب، لان العلاقات علشان تنجح عايزة صبر، عايزة تحمل، عايزة مجهود، لكن هي مش بالسهل. فاذا هنفضل دايما باصين على بعض. يبقى دي نقطة مهمة جدا، ان احنا هنتغير. طيب في حتة بقى تانية محتاجين ان احنا نقف عندها ونستوعبها، مش دايما التغيير هيكون لمصلحتي. يعني تغيير الطرف التاني ممكن يشكل لي خطورة. يعني ايه؟ قبل ما اقول لكم يعني ايه، خلوني اديكم الاول مثال. هو ايه الفرق ما بين ان انا احب حاجة بجد وان انا ابقى فاكر ان انا بحبها؟ يعني لو انا حبيت الوردة دي فرحت قطفتها، يبقى انا هنا كان عندي حب امتلاك، انا هنا ركزت في نفسي، الوردة عجباني فانا عايزة امتلك الوردة. بس الوردة دي هيحصل لها ايه بعد شوية؟ هتدبل وهتموت، لان انا قطفتها، حبيت امتلكها. طيب بس لو انا حبيت الوردة فقعدت اراعي الوردة واسقي الوردة واضلل على الوردة، اللي هيحصل ايه؟ الوردة هتفضل حلوة، انا بتمتع بيها وبتمتع بريحتها وعيني بتتمتع والوردة عايشة. هو ده يا جماعة الحب الحقيقي. هو مش حب امتلاك، لا انت بتملك مراتك وبتمتلكها ولا انت بتمتلكي راجل جوزك. لازم نشيل حتة الامتلاك، انا لازم امتلك الطريقة اللي بتفكر بيها، لا انت بتفكر بطريقة غلط. لازم امتلك حياتك، لا ما تعمليش وما تروحيش وما تخرجيش وما يبقاش ليكي حياة. لا انت اصلا ازاي تعمل كده وتروح مع اصحابك في الاماكن دي، لا انت ازاي تروحي انت واصحابك تتكلموا. احنا بنوصل في الامتلاك ان احنا عايزين نمتلك وقتهم، افكارهم، عاداتهم، انت ليه بتعمل كده، كل حاجة. ده مش حب. الحب اللي احنا عايزينه في العلاقة ان احنا نساعد بعض to grow، زي ما قلنا اروح لنسخة احلى. فلما انا هكون سعيدة متصالحة مع نفسي زي ما قلنا قبل كده، في العالم الداخلي بتاعي انا كست سعيدة، انا كراجل سعيد، هقدر اسعدك. بس لو انت كبتاني وانت كبتني من كل حتة انا ممكن اكبر فيها، ممكن اكون فيها سعيدة، ازاي هسعدك؟ ازاي هتسعدني؟ فتيجي فجأة في مرحلة في حياتك مراتك تقولك انا قررت اشتغل، لا انا خلاص الولاد وتمام، اللهم بقى ما ربيت بقى، اللهم فاشهد، انا من دلوقتي نازله اشتغل. فيبتدي الراجل ايه ده، خير اللهم اجعله خير، انت مش طول عمرك كنتي رافضه الشغل، مش كنتي ضد الشغل، ايه بقى ايه فجاه موت الشغل اللي طلعنا فيها دي؟ فيبتدي هنا حته الامتلاك تيجي بقى، حته القلق، حته عدم الثقه، زي ما قلنا الصوره الذاتيه، الله اعلم بقى اللي بيطلع هنا. لا يا هانم، انت مالكيش غير بيتك وجوزك وعيالك، لا هتأثري في البيت، لا هتأثري في العيال، لا لا لا، انت كده بتفكر تفكير ايه؟ احادي، انا وندي، انا احتياجاتي ايه؟ رجعنا للطفل اللي اتكلمنا عليه. طيب بس هي اتغيرت، بس احنا يا جماعة في العلاقة لازم نتعلم قبل الجواز حمادة بعد الجواز حمادة تاني. يعني قبل الجواز اللي فينا عنده فكرة عايزة اسافر بكرة، عايزة اخرج النهاردة، عايزة انام ما اصحاش غير الفجر، براحتكم، احنا بنفكر 1 دي في اتجاه واحد، بعد واحد. العلاقة جت تدرب عقلك، لا يا باشا احنا بقينا 2 دي دلوقتي. ويا سلام بقى الناس اللي بتحط ربنا في العلاقة وبتتقي ربنا في العلاقة، بقينا 3 دي.
اذا هنا انا في مرحله ما بفكرش في نفسي، فلا انا هفكر ان انا لا وما عنديش ستات تشتغل وانتي ده خطر، ولا انتي ينفع تقولي لا انا هشتغل وده اللي عندي وانا من النهارده قررت. احنا الاتنين هنقعد على الترابيزه، هنشوف احتياجاتي واحتياجاتك، ازاي نوصل للحته اللي بنسميها وين وين، احنا الاتنين كسبانين. انا عملت الحته اللي انا عايزاها وامنت لك المخاوف بتاعتك، انا عملت حته من عندي بس عشان اتبسط فبسطك، انت جيت على نفسك حته انا جيت على نفسي حته، كنت عايزه اشتغل في مواعيد معينه، لا معلش هنخليها المواعيد دي عشان البيت، مسكنا العصايه من النص. عايزه اشتغل في مجال معين، لا المجال ده هتتعاملي فيه مع ناس وانا خايف، لا خلينا في المجالات دي. احنا هنا قاعدين بنحل، هنا بنفكر 2D، مش اللي هو ده اللي عندي وان كان عاجبك لا انا ما عنديش. يبقى مهم يا جماعه نسمح لشريك حياتنا ان هو ممكن في وقت يتغير، وان التغيير ده اول بدل ما ادور اول حاجه احمي نفسي ازاي من التغيير ده، نقعد نفكر ونتكلم ونشوف. جه الراجل في مرحله انا خلاص عايز اخرج بقى، عايز اغير اللايف ستايل بتاعي، عايز اسافر مع اصحابي، عايز اروح، ايه ده ايه ده ايه ده فجاه ماله عمل كده ليه، ايه ده ايه ده لا. فابتدي بقى الامتلاك يبتدي يشتغل. طب ما نقعد نتكلم هو ايه واتس جوينج اون كده، في ايه؟ انت كنت فجاه من البيت للشغل والشغل للبيت، فجاه ايه اللي حصل؟ ابتدي اشوف انا عندي احتياجات، حاسه بقالي سنين مركز في شغلي، عايزه اتبسط، عايزه هفن، طيب بس انا خايفه ده يجي على علاقتنا على بيتنا، احنا كمان في جوده وقت، يلا نفكر هنعمل ده ازاي بطريقه تشبع بيها احتياجاتك. بس احنا اتفقنا في حلقات قبل كده اتكلمنا في حته الاحتياجات وازاي نظبطها، وازاي حته ممكن تنقص وحته ممكن تبقى في وقت كامله. ارجعوا شوفوا اللي ما شافش السلسله من اولها. اذا هنوصل للحته اللي في النص اللي ايوه بسمح لك انا مش بمتلكك، روح اعمل الحاجه اللي تبسطك واللي تمتعك واللي تخليك بتشحن بطاريتك عشان تعرف تكمل في الحياه، بس في نفس الوقت وانت حاططنا في الحسبه معاك. احنا بنفكر 2D، ما جيتش علينا، ما ظلمتناش، ما وجعتناش. لو احنا اتعلمنا طريقه التفكير دي والله يا جماعه حاجات كتير قوي هتتغير في حياتنا، حاجات كتير مشاكل هتروح. ومش بس كده، على فكره احنا لما بنتعلم ده مش بنتعلم ده عشان خاطر الطرف التاني، انت بتتعلم ده وبتتعلمي ده لنفسك. لان كل الدراسات والحاجات اللي بتقول على اكتر ناس كانت سعاده، اكتر ناس عاشت عمر سعيد وحياه عمر اطول، هي علاقاتها كانت ناجحه. تاني افتكروا ان العلاقه دي يا مصدر لراحتكم وسعادتكم، يا هتكون مصدر لتعاستكم وتجيب لكم الضغط. كام راجل يقول يا انا جالي الضغط بسببها، ده انا جابت لي المرض، ده انا والله جالي معرفش ايه بسببه. ليه وصلنا لمرحله ان جالنا امراض بسبب بعض، في الوقت ان احنا كنا ممكن نبقى سبب ان احنا يكون التشافي لبعض اصلا والتعافي لبعض اصلا. فتعالوا اسمعوا كده السلسله دي تاني، حاولوا تشربوها، حاولوا تستوعبوها، وقفوا تاني عند كل تحدي، راجعوا فيه نفسكم، حطوا نيه، سمعوا الفيديوهات دي لشريك حياتكم او شريكه حياتكم علشان فعلا تحطوا نيه كده للتغيير. طيب في ناس ربنا ان شاء الله هيكرمها وهتسمع وهتتغير، في ناس هتلاقي الطرف التاني متجاوب معاها وبيتغير، وفي ناس هتلاقي الطرف التاني لسه برضه مش عايز يسمع. بس الناس اللي بتقعد تتكلم دي بس ما تزهقوناش بقى، بس ده كله كلام. اعمل ايه؟ نرمين. ربنا حط لك القاعده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا يا رب قولك حق، انا هروح اغير نفسي، هو مش عايز يتغير براحته. انا يا نرمين والله يا راجل تمام، هي مراتي باشا خلاص انت عملت اللي عليك، روح انت اتغير، وانا يا رب وعدك حق، في تغيير هيحصل في حياتي. ايه هو؟ الله اعلم، ما اعرفش اقولك هو ايه اللي هيحصل، بس ده مش كلامي، ده وعد ربنا. روح لما الدنيا تضيق، لما علاقتك تضيق، لما الاقي حد مزهقني وخانقني، ربنا قال لك انت روح اتغير، ما تروحش تطلب من التاني يتغير. احنا بننسباير بعض، بلهمك والله انت شكلك انت شكل، بس مش مسؤوليتنا نغير بعض، لست عليهم بمسيطر، ده الرسول نفسه ربنا قال له كده. اذا يبقى احنا هنمشي يا رب بالقاعده ان احنا هنتغير، ووعدنا ظننا فيك ان انت هتغير لنا الحال، ازاي ما نعرفش. الحاجه التانيه، لو هو او هي سقطت في اختبار وامتحانه مع ربنا، بلاش انتوا تسقطوا، بلاش تقولي خلاص هو مش عايز فانا مش عامله، خلاص ما دام هي كمان ما عندهاش نيه انا كمان انا هروح اعمل كده ليه. اوعوا تسقطوا في اختباركم مع ربنا، لان اللي هيروح يتحاسب لوحده، مش هنمشي انجاجي مع بعض نروح نتحاسب، كل واحد هيروح لوحده. اذا انجحي انت في اختبارك وسيبي ربنا يتعامل معاكي ويظبط لك حالك ازاي ما نعرفش، وانت انجح في اختبارك، وبلاش نسقط علشان نقول له ما هو ما كانش عايز يتغير.
يا رب تكونوا استفدتوا من التحديات دي. من الحلقة الجاية هنبتدي ندخل بقى في تحديات تانية برضو اهو، بنستعد اهو للدخول في الرحلة والحياة والغابة. يلا اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.